عمرك حسيتي إنك بقيتي عايشة معاه بس مش معاه؟ نفس البيت، نفس السرير، بس مفيش روح؟ طيب عمرك سألتي نفسك يمكن المشكلة مش فيه هو، يمكن فيكي انتي؟ في ستات كتير فاكرة إن الإهمال بيبدأ من الراجل، بس الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن في زوجات هما اللي بيقتلوا العلاقة بإيديهم من غير ما ياخدوا بالهم. بقت بتصحى تعمل اللي عليها وبس، أكل شرب عيال، بس جواها ولا حاجة. بقت بتتكلم معاه كأنه واحد غريب، بتديله الأكل كأنه هو بس إلزام عليها. مفيش شوق، مفيش لهفة، مفيش حتى سؤال بسيط: انت عامل ايه؟ عملت ايه في شغلك النهاردة؟ يومك كان ماشي ازاي؟ مفيش اهتمام. الإهمال مش بيجي فجأة، الإهمال بيبدأ بحاجات صغيرة قوي ما بنبقاش حاسين بيها. مرة ما رديتيش على كلامه باهتمام، مرة كنتي ماسكة الموبايل وهو بيكلمك، مرة تتجاهليه وإنه كان محتاج لك، لحد ما بقى ده الطبيعي في حياتكم، ده الروتين اللي كل يوم بيحصل. أنا تعبانة، أنا مضغوطة، هو كمان مش مهتم بيا. جايز دي كلها حقايق، بس هل مبرر إنك تقتلي العلاقة ببطء؟ بتقعدي تتكلمي بينك وبين نفسك وعقلك شغال وتدي مبررات وتدي أعذار لنفسك؟ طب ما برضو اسألي نفسك، هو ده السبب الأساسي؟ هو ده فعلا الحقائق اللي بتحصل؟ العلاقة بتموت مننا ليه؟ راجل ممكن يستحمل ضغط الحياة والشغل، بس مش هيستحمل يحس انه مش مهم في حياة مراته. لما يبصلك وما يلاقيش نظرة اهتمام، لما يتكلم معاكي ويحس انك مش سامعاه اصلا، لما يقرب وانت تبعدي، بيبدأ يسأل نفسه: في ايه؟ هي بطلت تحبني ولا انا بقيت مش فارق معاها؟ هنا بقى شوفي الخطر، مش لما يزعل. هنا الخطر الحقيقي مش لما يزعل ولا لما يسكت، الخطر لما يبطل يحاول يتكلم معاكي، لما يبطل يحاول في محاولاته للتقرب منك، لما يبقى فيه مجهود بالجسم وغايب بالقلب والإحساس، لما يدور على الإحساس اللي فقده ويطلع يشوف في حتة تانية، ما هو هيعمل إيه؟ وساعتها انتي هتتصدمي: ازاي عمل فيا كده؟ بس انتي بايدك اللي دفعتيه انه يعمل كده. مفيش اهتمام، مفيش حب، مفيش نقاش، مفيش اي احساس انك مهتمية بالشخص ده. طيب هيعمل ايه؟ فبالتالي هيروح يدور على الاهتمام ده في مكان تاني، وانتي هتيجي تتصدمي: ازاي عمل كده؟ ازاي اتغير؟ بس الحقيقة هو ما اتغيرش فجأة، هو اتغير واحدة واحدة، او انتي كنتي شايفة وساكتة وعاملة نفسك مش شايفة. خلينا نكون صريحين جدا مع بعض، اوقات الست بتهمل. ليه؟ لانها مش لاقيه تقدير، شايله فوق طاقتها، زعلانه ومش بتتكلم، او حتى فقدت نفسها وسط المسؤوليات الكتيره اللي الراجل حاططها فيها. بس المشكله مش في الاحساس، المشكله في اللي بيحصل بعد ما تحسي كده. الصح مش انك تكملي في الاهمال وتقولي خلاص هو اهملني، او هو رامي عليا مسؤوليه، او هو في مسؤوليات كتير عليا، خلاص مش مشكله، انا هفضل مكمله بس ههمله، بس مش هديله حقوقه، بس مش هتعامل معاه كانه انسان ماشي معايا في روح وفي جسد وفي عقل وفي حب وفي مشاعر. انا بس مجرد هقدم له طلباته وبس. الصح انك توقفي وتقفي مع نفسك لحظة وتسألي نفسك: انا اخر مرة اهتميت بيه كان امتى؟ اخر مرة حسيته امتى؟ اخر مرة اديته احساس ان انت شخص مهم عندي كان امتى؟ الاهتمام مش محتاج مجهود كبير قوي مننا، كلمة حلوة، نظرة حلوة، ده لو كوباية شاي معمولة بحب، سؤال طالع من القلب بصدق: انت كويس؟
مكالمة تليفون في نص الشغل، انت ماشي امورك بخير. لو العلاقة بدأت تبرد، ارجعي ببساطة، اسألي عليه من قلبك، اسمعي ليه كلامه كويس، اهتمي بنفسك علشانه وعلشانك على فكرة. اخلقي لحظات بينكم حتى لو كانت بسيطة، زي ما بقولك لو كوباية شاي معمولة بحب. صدقيني لما هتقعدي هتتكلمي معاه وهو هيحس ان كلام طالع من القلب وبصدق وبخوف وبحب وبحنية، هيعمل كل حاجة عشانك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي هترجع الروح بينكم. الإهمال مش بيكسر العلاقة مرة واحدة، الإهمال بيكسرها كل يوم حتة حتة لحد ما يفضلش فيها حاجة خالص حتى تصلح للإعادة. فخلي بالك، يا تكوني سبب في سعادتك انت بإيدك، يا هتكوني أول سبب في بعده عنك وتعاستك. لو حسيتي ان الكلام ده لمسك، شاركيه مع أي واحدة محتاجة تفوق قبل ما تخسر اللي في إيديها.